هذا بعثي، هذا شيوعي، هذا قومي، يعني بشكل ما، مو بشكل كلش واضح. أحد الطلاب اللي كانوا ويانا جاب لي 3 كتب مهداة في النفس والمجتمع لمحمد قطب، كتاب شبهات حول الإسلام، وكل كتاب كاتب فيه إهداء. قلت له شوف، راح أقول لك شيء، أنت تقر ما تقر تنكر، بس أنا أعرفك أنت أخوان مسلمين. حتى لو هو مثل الارتبك، عبد الناصر اكتسب شعبية، انقلاب عسكري ضد الملكية، نظام جمهوري، صار الحديث يعني حديث هجوم على الاستعمار إلى آخر ذلك. صارت نصيحة وضغط على الصواف أنه يخرج من العراق، فعلا هو خرج من العراق، يعني ذهب إلى سوريا وبعدين استقر به بالسعودية. حياك الله أستاذ إياد. هذه الحلقة الثانية في سيرة ومسيرة، وتوقفنا في نهاية الحلقة الماضية عند 3 تنبيهات أو 3 محفزات حفزتك للدخول في الحركة الإسلامية أو الدعوة أو جماعة الإخوان المسلمين. الآن في تصورك أول لقاء أو أول شيء مباشر تشعر أنه أنت صار عندك ارتباط روحي، ارتباط تنظيمي بالحركة أو بالدعوة، متى كان ومن كان السبب في ذلك؟ في الصف الرابع في إعدادية الأعظمية، كان في الصف عدد من الطلاب. ذاك الوقت تقريبا يعني الطلاب ناس تعرف ناس، هذا بعثي، هذا شيوعي، هذا قومي، يعني بشكل ما، مو بشكل كلش واضح. فشفت 2 أو 3 من الطلاب اللي وياي يتهامسون بيناتهم على أساس سفرة ويطلعون سفرة وكذا. قلت شو عندكم سفرة تطلعون؟ قالوا إيه، تحب تطلع ويانا؟ قلت لهم ياجي وياكم. هم لا مختلطين بي ولا أنا مختلط بيهم كذا، ما يعني عادي، يعني تعاملي وياهم كما كذا. بس شفت والله الشباب يريدون يطلعون سفرة وشكوا بيها، خلي أطلع وياهم سفرة. هاي كانت السفرة الأولى. في العادة وين السفرة اليوم كانت تكون؟ هي كانت غادة كان المناطق المحيطة ببغداد، يعني هاي يطلعون لول المشاهدة، لول الطارمية، يمكن كانت للطارمية السفرة ذاك الوقت. اي يمكن في مزرعة لأحد الأخوة ذاك الوقت هناك في الطارمية، والله أعلم. يعني بالباص شغلة ساعة زمان، غالبا في مزرعة من هالمزارع أو في البساتين والكذا إلى آخر ذلك. ذاك الوقت ففعلا كنا مجموعة رايحين، كنا بحدود 20-30، والله بدأ أتذكر العدد، يعني هالحدود، يعني بين 20 إلى 40، والله أعلم. من داخل المدرسة الصف ومن خارجه؟ لو سفرة مدرسية؟ هي سفرة مدرسية. هي سفرة مدرسية. غالب الظن كنا بحدود 20 واحد، يعني بهاي الصورة. في هاي السفرة كان موجود اللي يدير السفرة الأستاذ ماجد الجميلي، وهي أول مرة أتعرف عليه. ذاك الوقت ماجد الجميلي كان هو الأخ اللي مسؤول عن منطقة العساف، أنا ما أعرفه سابقا، ويبدو هو معني بالعمل الطلابي بشكل، يعني أكو تكليف له بالعمل الطلابي، هو كان المنظم لهذه السفرة. فوالله ذهبنا إلى هذه السفرة وكذا إلى آخره، كانت بها فعاليات وأنشطة وكنت متفاعل وياهم وكذا إلى آخر ذلك. فبعد السفرة ورا 2-3 أحد الطلاب اللي كانوا ويانا جاب لي 3 كتب مهداة من ماجد. كتاب يعني شخصك هو؟ إيه، في النفس والمجتمع لمحمد قطب، كتاب شبهات حول الإسلام، وكل كتاب كاتب فيه إهداء، يعني ومع يعني شوية نوع من الأطراء على فعاليتك بالسفرة وكذا. هذه تحديدا يا سنة أستاذ؟ شوف السنوات ما أذكرها كل الزين، بس قبل 60؟ إيه، ده نحكي أنا هذه، ده نحكي لا بالستينات. بالستينات؟ لا الحكي بالستينات. لا
أتصور يعني قد يكون سنة 60 أو شيء من هذا القبيل. 60 واحد يعني أو أكثر، يعني الآن مدى أتذكر. ذاك الوقت هو قطعا قبل سنة 63 هذا الحكي. قطعا قبل سنة 63. احنا راح نرجع نسأل عن تأسيس الحزب الإسلامي اللي هو عام أي 1960. نعم. هذه غالبا سنة 62 كانت، والله أعلم. على كل حال، فالمهم الكتاب الثالث الآن ما أتذكره، هم يعني من لمحمد قطب، يعني 3 كتب لمحمد قطب في النفس والمجتمع وشبهات حول الإسلام، ويمكن معركة الآخر مدى هل هي معركة التقاليد أو شيء من هذا القبيل، على مدى أتذكر اسم الكتاب. طيب الحال، فهذه كانت يعني البداية الأولى. ما صار وراها شيء كذا. أنا يعني شكرت الأخوة والشكر كذا، والكتب ال3 قريتها وكان لها فد أثر، يعني شوي نبهتني أكثر وتفاعلت وياها. وكان جانب من التفاعل يعني بعد ذلك قلت لك أنا غالبا كنت أوصل لي في جامعة دهان، هذا إجت بعدين، يعني الكتب هاي حفزت. كان أكو شاب معمم وضرير، الآن مدى أتذكر اسمه، يمكن أحمد أو شيء من هذا القبيل. فهذا كان يجيب كتب ورسائل وكذا يفرشها بباب جامعة دهان، فنطلع نشتري من عنده. فأذكر في حينها يعني بعدها يمكن رسالة إلى الشباب يمكن اشتريتها، ما أدري يعني بعض الشيء. أذكر السامع هذا الشاب في حينها في مهرجان بذكرى المولد النبوي وقف يهتف ضد يمكن الشيوعية وضد الكذا وإلى آخره، والجموع اعتقلوه كذا إلى آخره، بعدين فكوا. على كل حال، فعلى كل حال، فهذه كانت يعني قلت لك البدايات، بداية التعرف على المنتوج الفكري للإخوان في ذلك الوقت. في تلك السنة إلى أن كملنا هذه السنة، كان وياي الشاب أيضا من ضمن الصف مالنا، الأخ صباح المعتوق. أتصوره يعني والله ما التقيت، يعني طول هاي الفترة رجعت للعراق ما التقيت به، ما أدري، لأنه هو يشتغل خارج بغداد، ما أدري وين يشتغل. على كل حال، جينا المدرسة ناخذ النتائج مال الامتحان وكذا، وكان موجود، فأخذنا نتائجنا الحمد لله ناجحين أنا وياه وكذا إلى آخره. فبالطلعة قلت له صباح عندي والله حكاية وياك. قلت له شوف راح أقول لك شيء، أنت تقر ما تقر تنكر، بس أنا أعرفك أنت أخوان مسلمين، حتى لو هو مثل الارتبك، وأنا يعني سامع كثير والناس يحجون عليهم وكذا، وأريد أسألك عنهم، عندي أسئلة. فحاول يتملص في البداية، بس بعدين ما شاف، يعني استسلم للأمر الواقع وكذا إلى آخره. ربما وجد فرصة يعني لكي يوضح مسائل. فقعدنا شوية بحديقة النعمان، فقمت أسأله فعن ما يثار من الشبهات. تعرف ذاك الوقت حقيقة يعني سواء شيوعيين أو بعثيين يعني يهاجمون الإخوان ويتهموهم بأشنع الأمور، كذب وافتراء حقيقة. كان يكتب في الجرائد أستاذ ذلك الكلام، لو كلام في المقاهي يدور في حوارات يحجوا يبثون. شوفني الشيوعيين وتعلموا البعثيين من عندهم أسلوب بث الإشاعة في كل مكان. يعني احنا شبابنا يروحون للمساجد، هم شبابهم يروحون بالمقاهي، يقعدون 2 3 يحجون بصوت عالي، هذا عميل، هذا ما ادري ايش، هذا فلان باقي فلوس، هذا هيك يسوى، يألفون قصص وإشاعات. فبيئتهم بيئة المقاهي ويحجون بيها وكذا وإلى آخره، طاف الناس تسمع، فمهمتهم في كل مجال إثارة الإشاعات. هاي كانت يعني معروف. بينما إحنا حقيقة يعني كإسلاميين كثير من عندنا كان يكره الذهاب للمساجد أو للمقاهي، إلا أحيانا نصلي المغرب، نعرف واحد نقعد شوية والقهوة وياه،
إلى أن يصير وقت العشاء نروح نصلي العشاء قبل ما نرجع. أو أحيانا بعضهم ورا ما يصلي العشاء يقعد له ساعة زمان بالقهوة وكذا إلى آخره، يعني بهاي الصورة. فعلى كل حال، فهذه كان معروف، يعني هم ضمن منهجهم اللي كان هو عملية ترويج للإشاعة، ولا زال إلى حد الآن. يعني هذا أسلوب تعرفه، يعني لا زال هذا أسلوب يتبع، أسلوب بث الإشاعات وبث الأخبار الكاذبة في المجتمع. فصباح سألت عن هاي الشبهات. مسائل، شيء متعلق بالشيخ الصواف، شيء متعلق بالإخوان نفسهم، شيء كذا إلى آخره. فالمهم بيني وبين نفسي بعد اللقاء شفت، يعني قيمت يعني مستوى الحكي مقنع 50-60%. شنو 50؟ بمعنى مو كلش يعني كان بالحجة القوية الكذا بحيث يفند كل شيء، وقت شيء من هالقبيل. هو طبعا هم مستعد وانت يعني فاجأته. هو بدنا نحكي، احنا بدنا نحكي يعني شاب، بدنا نحكي عدل. احنا شباب رابع ثانوي، يعني بعد شنو ثقافتنا، شنو كذا الى اخره، يعني مو هالناس اللي كذا كل واحد يعني كذا. وتلك الاشاعات ناس قاعدين متخصصين يقعدون شلون يرتبوها وشلون ينشروها وشلون كذا الى اخره. على كل حال، فهذه المساله. المهم مضت الصيفيه وراحت وكذا الى السنه اللي بعدها. أحد الشباب ويانا قال والله يعني طلب من عندي أنه يعني أزوره للبيت. رحت شفته هو واثنين آخرين وكذا، قاموا يحكوا لي الإسلام ودعوة للإسلام وكذا، وإحنا هيك وضعيتنا. فأنا هيك مع نفسي أقول، قلت ماشي، قلت هيك أنا أول شيء يعني صاحب عقل هيك وعندي قدرة للتمييز، زين ماشي. إن كان حكيهم صحيح والله ماشي وياهم، وإذا حكيهم مو صحيح راح نكتشف أنا شنو اللي خسران. بالعكس، هذا يخليني أعرفهم بشكل أفضل. وهنا كانت يعني البدايات الأولى في هذه فهم فاتحوك فاتحوني بأنه نمشي يعني فصارت هيك لقاءات مدرسية. احنا 3 طلاب كنا نقعد، زين، ويصير الحكي عن مسائل الدعوة وشون نحكي ويا فلان وشون ندعو فلان وإلى آخر شيء من هذا القبيل. ما أدري إذا كان بها في ذاك الوقت برنامج ثقافي، عاد وراها صار أقول لقاء آخر اللي ذو طابع ثقافي اللي تولاه، أرجع أقول الأستاذ ماجد الجميلي، يعني هو الذي تولى اللي أهدى لك الكتب. اللي أهدى لي. وحقيقة يعني كان من الشخصيات المتميزة، له قدرة حقيقة كبيرة جدا على كسب محبة الناس اللي من حوله. وكنا كشباب متأثرين به، يعني متأثرين به ومتأثرين بأسلوبه في التجميع وكذا إلى آخره. رحمة الله عليه، توفى قبل بضع سنوات. أريد أسألك أستاذ عن ملاحظاتك، خلي أيضا المشاهد حتى يفهم تجربة الإخوان المسلمين انتقلت أو امتدت من مصر إلى العراق على يد يمكن في البداية على يد مدرسين مصريين، بعدين فيما بعد تقريبا بشكل رسمي على يد الشيخ محمد محمود الصواف. يعني ملاحظاتك على هذا النقل أو الامتداد من وجهة نظرك، وطبعا بالتواريخ، يعني نحاول قدر الإمكان نذكر بعض المسائل التاريخية. خلينا نقول الإنسان تمر به في البداية، أي إنسان تمر بجملة أحداث قد لا يكون قادرا على أن يحللها بشكل دقيق. من تمر السنوات وتتبين المآلات، يكون أكثر قدرة على تحليل أن الأحداث التي حصلت خطأ ولا صواب. زين، هذه الأمر مسألة. الأمر الثاني، في بدايات يعني عملنا مع الأخوة العمل، أنا لم ألتقي بالصواف، يعني تعرفت على الأخوة في مرحلة ما بعد الصواف، المرحلة التي كان عبد الكريم زيدان هو مسؤول العمل. زين، هذا نحكي بالستينات، يعني 61 62، هاي بداية لعبد الكريم زيدان هو المسؤول العمل. وأكو بمقتضى الروايات التي كنا نسمعها،
الروايات التي كنا نسمعها من الآخرين عن مرحلة الصواف والكذا، قدرنا يعني أقدر قيمت أسلوبين من العمل، أسلوب الصواف وأسلوب عبد الكريم زيدان والذين معه وكذا. مثلا أذكر في حينها، أقول لك المقدمات التي تخليني أتساءل. حدثوني الأخوة في حينها بعد كيف أنه عن عمل الصواف وجماهيريته، وكيف أعداد كبيرة كانوا يدخلون وكذا إلى آخره، كان يخطب بالإذاعة ويفتر على المساجد ويجوب في الأقضية والنواحي والكذا إلى آخره، ويتكلم كل يتكلم عن تجربة الصواف وكذا. فكان واضح أن عمل الصواف كان عملا جماهيريا، والناس اللي كانوا وياه بالقيادة أيضا ذو طبيعة جماهيرية. كان في القيادة مالت إبراهيم المدرس، نعمان السامرائي، ضمن القيادة الذي وياه مع آخرين. طيب، هذا ورا فترة وجدنا أن هذا العمل يتعرض إلى انهيار كبير. زين، حدثوني الأخوة عن مرحلة التي تراجع فيها. متى حصل هذه المسألة؟ عندما صار النزاع بين الصواف بين الأخوان وفي مصر وبين عبد الناصر. عبد الناصر اكتسب شعبية، انقلاب عسكري ضد الملكية، نظام جمهوري، صار الحديث يعني حديث هجوم على الاستعمار إلى آخر ذلك، ثم يتصادم مع الإخوان. ما حصل في مصر انعكس على العراق. تعاطف العراقيين أو وشبابنا وكذا مع عبد الناصر خلاهم ينفرون من الإخوان فيتركون الإخوان. زين، وحصل يعني أنا أذكر في حينها والله يمكن هو نفسه ماجد الجميلي مرة قال لي شوف، هاي من الإمام الأعظم إلى جسر الصرافية، تعرف في فترة ما إحنا كأخوان ما بقينا أكثر من 8. حتى أنا تعجبت من الحكاية مالته. هذا الحكي يعني يحكي عن مرحلة سابقة، هاي يعني اللي مرحلة يمكن 54 اللي صار الصدام بين الإخوان وبين عبد الناصر. فهذه بعدين لما أشوف نمط الوضع الذي عليه فأنا شخصت مسائل. أنه حركة الإخوان لما بدأت في العراق بدأت من حيث انتهت حركة الإخوان في مصر. حركة الإخوان سنة 28 بدأت حركة دعوية لا علاقة لها بالسياسة. 10 سنين هم ما يجيبون السياسة بالطاري، دعوة وتربية وكذا. و10 سنين مو شوية. زين، وعدم الحديث بالسياسة معناته الأجواء مفتوحة، ما حد يتحارش بيك ولا حد يعترض عليك ولا حد، لأن أنت ما لك شغل ويا الآخرين. زين، بل حتى قد تكون مقبولة على مستوى الدولة، يعني باعتبار العمل الخدمي الذي تقدمه للناس إلى آخر. أكو مسائل يعني الحركة الدعوية الإسلامية لما تنتشر تساهم في تخفيف حتى المشاكل الاجتماعية في المجتمع. من 38 دخلوا في السياسة، ثم تصاعدت إلى عمل مسلح في فلسطين، إلى المحنة الذين تعرضوا لها. هاي القصة. طيب، ولكن نلمس في مصر كان هناك مقدار كبير من الثبات حتى مع المحن التي أصابتهم. طيب، هو اتصال الصواف كان في أي سنة؟ الصواف أنا أعتقد ذهابه إلى مصر للدراسة هي في مرحلة عنفوان عمل الأخوان والعمل السياسي. فهو لما إجى للعراق يعني بدايات العمل لما فأخذ النسخة اللي هي السياسية اللي هي وراء 45 سنة وراء 45، فأتى بالنسخة النهائية أو الطبعة النهائية للإخوان المسلمين فطبقها بالعراق. عمل جماهيري يحكي بالسياسة ويحكي بالدعوة ويهاجم الاستعمار وإلى آخر ذلك. طيب، وأيضا انتشار أفقي واسع، فمعناها القدرة على عمليات التربية النوعية للعناصر أيضا ليست بالمستوى المطلوب. صحيح. هذا الذي أدى بالأخير إلى من صارت المحنة بين الأخوان، يعني هاي السنوات اللي اشتغل بها الصواف
كذا فترة هو مسؤول العمل من 45، ما طلع من العراق إلا سنة 59. هو أسس وياه الأخوة الإسلامية اي يعني هسه مسار الصوف يعني وما اسسه موجوده، وهناك من الف عنه وعن المرحله تلك السابقه كذا معروفه. بس انا دا اقيم هذه المساله، فهذه واحده من الامور اللي ولدت نوع من الهشاشه شويه بالتنظيم. فكانت البيئة مع عبد الناصر البيئه العامه في العراق كارهين للحكم الملكي، بيعتبروه اداه استعماريه. واجى عبد الناصر يمثل للعرب الآخرين النموذج الذي ينبغي أن يحتذى، النهضوي والكذا ومحاربة الاستعمار وإلى آخره. وزادت شعبيته أكثر في 56، وعبد الناصر وصل للسماء في أذهان الناس. كان هو خطابه والكاريزما مالته، كاريزما مالته وخطابه وكذا إلى آخره. فلذلك هذه كلها يعني، فهم حقيقة هاي النكسة الأولى التي تعرضوا لها هي بعد 54، وبدت يعني خرج كثير من الأخوان لأنه لم يتحملوا أنه هذا يعني أن الأخوان يعادون عبد الناصر. بعد عبد الناصر ما كان معروف طبيعة توجهات النهائية، لا زال الزعيم الوطني الوحدوي في بداياته. هاي بداياته نحكي يعني، بعدين عاد اكو مسائل أخرى. على كل حال، وهذه يعني واحدة من المسائل. لو أن دعوة الأخوان نشأت في العراق 10 سنين كما كانت دعوة مصر لكي يجري ترسيخ العمل الدعوي، يمكن كثير من النتائج تختلف. هذه حصل الانتباه من ضمن بعض الأخوة زين في وقت متأخر. فلما صار عملية تهديد للصواف من قبل الشيوعيين يريدون يغتالوا، صارت نصيحة وضغط على الصواف أنه يخرج من العراق. فعلا هو خرج من العراق، يعني ذهب إلى سوريا وبعدين استقر به بالسعودية. من أتى بعد الصواف اجى اختاروا عبد الكريم زيدان. هو قبل الصواف كمال القيسي لفترة محدودة، ثم المهم استقر عبد الكريم زيدان رحمة الله عليه. نمط القيادة التي وياه تشابهه، بمعنى أخوة يهتمون بالعمل النخبوي غير معروفين جماهيريا، يعني كعناصر جماهيرية، ليست بالعناصر الجماهيرية، ليسوا معروفين جماهيريا، بينما القيادة التي يصاف كلهم من العناصر الجماهيرية. فهي مو صار فقط تغير الرئيس، تغير رئيس الحركة، تغير الرئيس والطاقم الذي معه. زين. وهؤلاء يعني عبد الكريم وعلي السعدون ومن كانوا معهم ذاك الوقت، كان التركيز الأكبر عندهم هو على العمل يعني الدعوي والعمل التربوي. فشهد العمل التربوي في تلك المرحلة حقيقة نهضة كبيرة، يعني على المستوى السلوك الفردي، على مستوى الثقافة، وحدة الفكر. يعني أنا هاي مرحلة أذكرها، أكو مقدار من وحدة الفكر كان موجود، أكو مقدار جيد من الالتزام الأخلاقي بين المجاميع والكذا. هذه مرحلة امتازت بالبناء النوعي. زين. صح هم قبل فقدوا كثير من الناس، بس هاي المرحلة التي بدأت تنمو بالتدريج بنمو ممتاز. يعني هذه يعني أنا لما ادخلت وياهم كانت هي هاي بدايات المرحلة. يعني إذا يعني ما أقول لك بداياتها، يعني بعد 2 3 من تولي هذه القيادة للعمل. صح لا زال لما أجي أقيمها بمعايير اليوم تشعر أنه الوعي السياسي لم يكن بذلك الفهم، يعني لم يكونوا بالمقدار الوعي السياسي الكامل لما يجري حولهم. بس ما كان الأمر موضوع اهتمام، لأنه لم يكن وجرى تغييبه، تغييبه حفاظا على لأنه ما كانوا مهتمين بالعمل السياسي. العمل السياسي لم يكن يتجاوز إصدار منشورات يحللوا فيها الوضع، أو لو يحجون على الموضوع الفلاني أو الموضوع الفلاني. ماكو نشاط سياسي حقيقي، ما عدا مرات اللي صارت انتخابات نقابة المعلمين يمكن كانوا يشاركون بها، يعني بعض الانتخابات للنقابات وليس كل النقابات. بالذات كانوا مهتمين بنقابة المعلمين، مرة مرتين يعني شاركوا فيها بهذه الصورة. طيب
أريد أسأل عن عام 1960 وتأسيس الحزب الإسلامي العراقي. أنت بطبيعة الحال ذكرت أنه في ذلك الوقت أنت لم تكن مساهما، لكن فيما بعد من خلال قراءاتك واطلاعك أريدك تحكي لنا عن هاي اللحظة التاريخية. وذكرت لي أيضا كان قبل التسجيل أنه الإخوان ليسوا كلهم دخلوا في الحزب الإسلامي العراقي، وليس كل أعضاء الحزب الإسلامي في ذلك الوقت هم من الإخوان. شوف، أنا أتكلم عن مرحلة أنا لست شاهدا عليها، ولكني سامعا من العناصر الذين أسسوا. يعني دكتور نعمان سامعين من عنده، دكتور محسن عبد الحميد سامعين من عنده، دكتور أسامة التكريتي كان ضمن الهيئة التأسيسية أنا سامع من عنده. يعني كثير من الشخصيات الذين ساهموا في تأسيس الحزب أنا سامع من عندهم. فليح السامرائي، ذول كلهم من قيادات الحزب الإسلامي. وهذا يقودني بالإضافة إلى الاطلاع على ما تم كتابته عن الحزب الإسلامي إلى عملية تقييمية. الإخوان في تلك المرحلة كانت معركتهم الرئيسية مع الشيوعية. اعتبروا أن العدو الأول لهم هو الحزب الشيوعي، لما يسعى الحزب الشيوعي إلى تغييره. الحزب الشيوعي في ذلك الوقت وموت هذا الوقت حتى كان يصرح بالإلحاد، كان يصرح بالإلحاد، كان يسفه الإسلام، يعني أبدا ما عنده قيد في حديثه عن الإسلام. والحزب الشيوعي اكتسب تأييد واسع وهيمنة على السلطة. هاي بالنسبة للإخوان مسألة خطرة. وكان شعارهم لا إله والحياة مادة. كثير يعني قلت لك كثير لما تيجي حتى هتافاتهم التي كانوا والبستات اللي يسووها فيها كثير من جوانب الكفرية والاعتداء على الإسلام والتحقير في هذه المسألة. يعني حتى هذا الشعار باع الشهر ماكو مهر والقاضي ذب بالنهر إلى آخره، إلى هالحد. يعني هي دعوة إلى الإباحية الجنسية من البستات مالتهم اللي كانوا يسووها. فعلى كل حال طبيعة الحال هذه الفورة التي كانت. طيب، فطبيعة الحال للإخوان كحركة إسلامية منو خطرهم الأول؟ الخطر الأول هم الحزب الشيوعي. طيب، ذاك الوقت الإخوان حركة نخبوية، حركة نخبوية. يعني من لحظة أن يتعرفون على الشخص إلى أن ويعملون وياه إلى أن يضموا للتنظيم تأخذ له في السنة سنتين. زين. وهذول الحزب الشيوعي تحولوا إلى حركة جماهيرية، فإذا لابد من النقيض النوعي. فكيف يتصدون للحركة الشيوعية؟ حركة الإخوان لا تستطيع أن تفتح أبوابها لكل المعترضين على الشيوعية ولكل متدين وكذا. بنيانهم التنظيمي لا يسمح بذلك. قلت لك حركة نخبوية تؤكد على البناء النوعي للأفراد الموجودين. فإذا النقيض النوعي يتمثل بحزب سياسي جماهيري يحمل راية الإسلام ومفتوح للجميع. والفكرة التي كانت أن هذا الحزب مفتوح للجميع، كردي عربي تركماني شيعي سني، الكل مفتوح لكل إسلامي يعادي الحزب الشيوعي بهذه الصورة. فتأسس الحزب بهذه الصورة. وحتى يعني وفود الحزب هاي الهيئة التأسيسية وفدت وفود لكي تذهب إلى المحافظات العراقية تلتقي بالعلماء وتلتقي حتى ذهبت للنجف وكربلاء وإلى البصرة وتفاتح المرجعيات الدينية هناك والشخصيات الشيعية المعروفة ذات الدين للانضمام إلى الحزب الإسلامي. رادوه بهذه الصورة. هو طبعا المؤسس هم الإخوان المسلمون، لكن الرؤية هذه اللي ذكرتها الهيئة التأسيسية إذا مو كلها إخوان مسلمين فالغالبية القصوى منهم إخوان مسلمين، وربما بعض اللي حاسبين نفسهم إخوان بمعنى أنهم في ضمن دائرة الإخوان عفوا، وإن كانوا ليسوا منتظمين بالإخوان. احنا عندنا بالإعلام نقول الإخوان وإخوان الإخوان وإخوان الإخوان أيا كان سموهم كما تشاءون. نعم. من صار الأسس وتحددت
أهدافه فعلا هو في بناء التأسيس وفي البيان التأسيسي مال كذا كان واضح، هم يتحدثون عن الشيوعية واستهداف الشيوعية وإلى آخر ذلك. طيب، هذا كسب كأنما المجتمع ينتظر هذه اللحظة، يعني مجتمع متذمر، ما مطمئن، خايف من الشيوعية، مو شرط خايف من الشيوعية كأفراد، خايف من الشيوعية بما سيؤول إليه الوضع من خلال التمكن للشيوعيين. فكأنما لما تشكل الحزب اجت يعني شلون إلى هذا الجمهور المحافظ إذا سميناه، الجمهور الذي له حب للإسلام، ما مستعد يتخلى حتى لو ما يصلي، حتى له حب للإسلام، حتى لو هو ما يصلي أو العبادة مالته ضعيفة، ولكن هو يعتبر نفسه مسلم ومحب للإسلام، ليس كذا إلى آخره. فحصل يعني إقبال كبير على الحزب، إلى حتى يمكن الاسم كان له دور كبير في هذا الموضوع. كان أي قلت لك أنا لو أنه سبحان الله، يعني أنا لو كنت شاهد على تلك المرحلة يمكن أكثر قدرة على التقييم، بس أنا مو شاهد، أنا سامع وأحلل ما كان يجري، يعني أحلل بمعاييري ربما ما سمعت من الأخبار حول تلك المسألة. بس هو يمكن الدافع أستاذ الناس اليوم يسمعونه، الدافع الأكبر كان دعوي تربوي أكثر مما هو سعي نحو السلطة، يعني في مواجهة الإلحاد، الإيمان في مواجهة الإلحاد. الحزب هو يتكلم عن كيف ينبغي أن تكون السلطة، بس ولم يكن هدفه كحزب الوصول إلى السلطة. زين، ربما حركة الإخوان كبقية الحركات السرية عندها تنظيم عسكري وتفكر كيف تصل إلى السلطة. ربما أقول، ما متأكد، يعني ما عندي معلومات في ذلك الوقت. إيه، بس هناك تنظيم عسكري كان. زين، وكثيرا واستخدم التنظيم العسكري غالب الوقت لإجهاض المحاولات الانقلابية أكثر مما أنه هو يقوم بانقلاب. يعني المحاولات الانقلابية التي قام بها مثلا عارف عبد الرزاق وبعض الحركات كان لهم دور في هم بإفشالها. زين، من خلال هذا التنظيم العسكري الذي كان عندهم بالجيش. فهذا كان دور الحزب الإسلامي، ولقي ذلك الانتشار الواسع. المسألة ما طولت، يعني هنا أكو مسألة مهمة كثير ما يتكلم أحيانا بعض يعني الشخصيات الشيعية تقول أنه يعني السيد محسن الحكيم المرجع الأول في العراق ذاك الوقت هو كان الراعي للحزب الإسلامي وكذا. يعني أحب أوضح مسألة ليست بذلك الصورة. الحزب الإسلامي بأشخاصه، وكان فيه بعض الشخصيات الشيعية من المؤسسين، من ضمنهم الدكتور أكرم الهلالي، وأكو واحد آخر كان رئيس صحيفة يمكن كاظم الساعدي أو شيء من هذا القبيل، كان وياهم. ذهبوا وتواصلوا مع المرجعيات ومن ضمنهم السيد محسن، وكلهم رحبوا، ولكن السيد محسن تحفظ على انتماء الشيعة إلى الحزب الإسلامي. وبالتالي لما عقد المؤتمر مال الحزب تفاجأوا العناصر في المؤتمر أنه في اللحظات الأخيرة أن الشخصيات الشيعية التي كان يفترض أن تحضر المؤتمر اعتذرت في اللحظة الأخيرة، وتبين أن اعتذارها أتى بمقتضى مطلب أو نصيحة من السيد محسن أن لا يكونوا أعضاء في الحزب الإسلامي. ما عندنا يعني في التوثيق الشيعي، ما كثير الشيعة كتبوا ليش هذا الموقف، من أكو حادثة تصير وما حد يعني من عاصرها لا يقول لماذا، يقتضي التفكير، لا ما يبقى قدامك إلا محاولة الاستنتاج، وقد تكون مصيب وقد تكون مخطئ. أنا أعتقد والله أعلم أن السيد محسن كان يعاني كمرجع لعموم الشيعة، فاسقهم ومتدينهم. زين، كان يعاني من مشكلة أولى أن الشيوعيين يهاجمون الدين وبالتالي يهاجمون المرجعية. كمرجع يريد الشيعة أن يرتبطوا بالمرجعية، وهو قد نظر إلى الأحزاب أن الأحزاب
ستجعل الارتباط بالحزب مقدم على الارتباط بالمرجعية. فوجد أنه رغم أنه هو مؤيد للحزب الإسلامي كفكرة وبوجه الشيوعية، ولكن كان عنده ربما خشية أنه هذا يؤثر على دور المرجعية كعنصر وحيد في توجيه المجتمع. هسه أنا مخطئ بهذا أو لا أدري يعني حقيقة، لأن هاي النقطة يعني ما لم أجد أحدا من الشيعة حاول أن يحللها، وأتمنى أحد ممن عاصر تلك المرحلة وكذا أن يعني يحلل هذه، ولكن لم يتوقف عن تأييده للحزب. ولذلك لما حصل اعتقالهم بذل السيد محسن الحكيم مجهود وخاطب عبد الكريم قاسم في المطالبة بالإفراج عن المعتقلين الذين اعتقلوهم، يعني القيادة مع الحزب. فحتى نوضح مسألة، لأنه البعض صور الموضوع أن الحزب كان تابعا للمرجعية بقول البعض، مرة قالها في السيد عمار الحكيم في كلمة من كلماته أن السيد محسن كان هو الراعي للحزب الإسلامي. كلمة راعي راد لها تفسير ماذا تعني، صحيح. بس هو كان مؤيدا، هذا صحيح. الحزب الإسلامي في تلك المرحلة وبجرأة، والجرأة التي هزت المجتمع لما رفع شعار الشيوعية كفر وإلحاد. ترى الناس كانت تخشى أن تقول هذه الكلمة، يشوفون كفر الشيوعية بس خايفين من عندهم. الحزب الإسلامي حشد الجماهير ورفع الشعار. كان هذه مساهمة كبيرة في ضرب الشيوعيين من خلال وشعروا الناس أكو جرأة، حزب كبير له أنصار وتأييد وكذا إلى آخره. علماء الدين قاطبة أيدوا شيعة وسنة ذاك الوقت، زين، إلا القلة ربما، فكان لها تأثير. فالحزب أدى ذلك يعني الدور. ربما الإخوان بعد ذلك وجدوا أنه هذا الدور اللي أداه الحزب يكفي عاد فوجدوا ربما يعني لكي لا يؤثر على مسيرة حركة الإخوان، فبعد بضعة أشهر 6 أشهر أو أقل كانت الرسالة التي كتبها الحزب يخاطب بها رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم وهاجمه بهجام مرهق: أنت الراعي للشيوعية، أنت فعلت كذا، أنت كذا، أنت خربت العراق إلى آخره. عبد الكريم قاسم يتقبل انتقاد الوضع بس ما يتقبل الانتقاد الشخصي له، فسارعوا إلى تجميد الحزب واعتقال القيادة وذبهم بالسجن فترة. بعد يمكن 2 3 تم الإفراج عنهم. بعد، وهذه يروها أنه دز عليهم القيادة، كان يمكن أيام رمضان، فقعد وياهم من الفطور للسحور في نقاشات حادة بينه وبينهم. بعد ويا السحور رجع كل واحد لبيته. بس الإخوان بقوا. فرجع بعد حل، يعني بعد تجميد الحزب أو بعد ما حل الحزب شو اسميها لا أدري، تنظيم الإخوان بقى يعمل ويشتغل اعتياد، يعني عمل الإخوان بقى مستمر. يعني قصدي لم يتعرض الإخوان بعد تجميد أو بعد حل الحزب إلى اعتقالات، إلى تضييق، إلى كل الاعتقالات. هو اعتقلت فقط القيادة مالت الحزب، يمكن كانوا 6 أشخاص أو شيء من هالقبيل، يعني مو أزيد. هم 6 أشخاص اللي كم اعتقالهم، يمكن ما أدري كم واحد، بس يمكن 6 8 مو أزيد، هذول اللي اعتقلوا. أما بقية الأعضاء ما حد يتعرض لهم. فكرة عدم محاولة إحياء الحزب مرة أخرى أو العودة إلى أخذ الشيء الرسمي من الحكومة، هل كان هذا مقصود؟ هل كان هناك تقاعس في الموضوع؟ يعني من وجهة نظرك، تحليلك الشخصي لعدم محاولة إعادة الحزب مرة أخرى. عندي تحليلي الشخصي الذي لم يتفق معي آخرون عليه. أنا في تقديري الشخصي أن الإخوان وجدوا أن الأولى أن يستمر العمل الإسلامي بالصيغة التي عليها الإخوان كعمل نخبوي تربوي، وأن العمل الجماهيري ممكن إذا ينشط ويقوى أن يخرب العمل التربوي. يخرب العمل التربوي، لأن الناس يلتهون بالسياسة والنشاطات والمظاهرات على حساب العمل التربوي المطلوب. فأيضا لما نجي إلى الواقع، لما نقول كم عدد الذين انتموا إلى الحزب الإسلامي،
أعداد الذين انتموا إلى الحزب الإسلامي هم أضعاف عدد الإخوان الموجودين في الحزب الإسلامي خلال الأشهر اللي اشتغل بها. خلال هاي الفترة. وهذا يولد نوع، ربما فكروا أنه نوع من الخطورة، فربما قيادة الإخوان وجدت أنه الهدف الذي أرادوه من الحزب قد تحقق، وبالتالي ماكو داعي البقاء. أنا لم أرجع لما أقول يمكن الأمر لم يكن صحيحا. إحنا كنا لازلنا بحاجة إلى عمل جماهيري، لأن الجماهير في الصراع السياسي سوف تنحاز إلى كتلة، هي لن تكون قادرة على الانحياز إلى الإخوان. طبيعة التنظيم النخبوي الإخواني لا يسمح بذلك الانحياز، وبالتالي هذا يعطي مجال لأحزاب أخرى أنه هي التي تستفيد. وهذا الذي حصل. يعني يمكن هذه الفترة بعدها هي التي شهدت الانتعاش الكبير لحزب البعث والتأييد، اللي أصبح هو الحزب الوحيد الذي ينظر له، هو الذي يعادي الشيوعية ويعادي عبد الكريم قاسم، وحاول يختارون عبد الكريم قاسم، فجمع حوله كل المعترضين على مرحلة عبد الكريم قاسم. حتى التيار القومي الموبعثي بدأ يشتغل تحت مظلة حزب البعث، وإن كان ما متفقين وياه بس مضطر أن يعمل تحت هالمظلة، وهكذا. فيعني على كل حال ماكو من رجال تلك المرحلة من يقيم لماذا لم تكن هناك محاولة لإعادة تأسيس الحزب الإسلامي كحزب إسلامي جماهيري، وأن يكون حالة من التوافق بين العمل الجماهيري والعمل النخبوي الذي مثلوه الإخوان. أنا عندي سؤالين أستاذ هنا أيضا في مساحة التحليل. السؤال الأول: إلى أي مدى كان وضع مصر ينعكس على وضع العراق مع الارتباك مع حالة السلطة أو مع الحكومة؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني: ألم يكن من الممكن أن واحد يعمل ضمن السقف الوطني ويعيد إنشاء الحزب مرة أخرى ضمن السقف الوطني، ضمن القوانين وضمن المتاح؟ في الإجابة على السؤال الثاني، أنا كنت أفضل فعلا لو استمر الحزب الإسلامي يعمل في إطار القانون وفي الإطار المتاح كحزب ذو امتداد جماهيري، أيا كان الهامش. أفكار واضحة، أفكار إسلامية، حتى وراء يعني الانتكاسة التي تعرض لها الحزب الشيوعي إلى آخره، كان بالإمكان، لأنه ذاك أيام عبد الكريم قاسم العمل الحزبي قد أتيح، يعني أكو أحزاب تشكلت، ولو من بعدها هم يعني وراء عبد الكريم قاسم لم يسمح للأحزاب حتى أيام عبد الرحمن وعبد السلام ماكو أحزاب. وقت طول الفترة يعني لم نشهد حرية للأحزاب، وقت الأحزاب تعمل ولكن بشكل السري، بس على الأقل تلك المرحلة ربما لكي يتعزز الوجود الحزب على المستوى الجماهيري، أنه إلى أن يتجاوزون مرحلة عبد الكريم قاسم، يعني لو باقي سنتين ثلاثة مثلا يشتغل، كان يعني يكتسب ساحة جدا واسعة من التأييد والتأثير. هاي واحدة. شنو ظروف الوقت ذاك؟ يصعب أحكم يعني ليش المسألة ما صارت. الموضوع في مصر هم نرجع له. واضح أن الحركات الإسلامية وفي العراق تحديدا هم استفادوا من النتاج الفكري الذي أنتجوه الإخوان، وإلى سنوات طويلة النتاج الوحيد الذي يجري التثقيف به هو نتاج مصر. الإخوان في مصر. وإلى سنوات، يمكن إلى حد الآن، يعني مو إلى حد، يعني إلى حد سنوات طويلة هو هذه المسألة. إنتاج عراقي ضعيف، يعني أكو بعض يعني كتبوا بعض إخواننا رسائل صغيرة، قصص كذا إلى آخره مثلا. هاي واحدة. أكو إنتاج إخواني منتشر بقى في النطاق الضيق، يعني كتابات كتبت للتثقيف الداخلي، القضية والحركة الإسلامية، كراس صغير، رسائل مثلا، رسالة اسمها السياسات العامة للإخوان المسلمين في العراق، هم رسالة تأصيلية يعني معتمدة على قواعد أصول الفقه في تحديد السياسات، وبعض كتب من هالقبيل. يعني هي محدودة رسائل، وكانت للتثقيف الداخلي، وأحيانا التثقيف الداخلي خلي أسميه النخبوي،
هم يعني مو على النطاق الواسع، يعني لم تنشر على نطاق واسع. أما على مستوى التثقيف العام فبقى الاعتماد كبيرا على ما يأتي من مصر، فبقى أكو يعني في الإنتاج المحلي العراقي أكو حالة من الفقر. حتى المفكرين والأساتذة العراقيين عندما كتبوا ربما نتيجة الظروف السياسية هم كتبوا بالفكر الإسلامي العام، لم يأتوا إلى الوضع خصوصية العراقية. يعني أي من الدكتور منير البياتي إلى الدكتور عماد الدين خليل إلى آخرين ما أعطوا أهمية للخصوصية العراقية بشكل من الأشكال. وبالتالي بقت وضع العراق بتعدده القومي والمذهبي والديني لم يحظى باهتمام فكري كيف نوجد الأسس للتعامل مع هذه الحالة المعقدة من منطلقات إسلامية تكون منطلقات جامعة. ويمكن للتأخر في هذا المجال أدى بالتالي إلى ظهور الاتجاهات الفكرية شو اسميها ذات الطابع يعني المحدود. يعني ظهرت الاتجاهات الفكرية الشيعية الصرفة، وظهرت الاتجاهات السلفية يعني وإلى آخره. يعني فكر سلفي، فكر شيعي، فكر إسلام. على كل حال فقد العراق تلك الحالة، علما ميزة العراق أنه هذا التعدد الذي فيه قد لا يكون في بلد آخر مثله. في مصر كلهم سنة وأكو مسيحيين، لاحظين. تذهب إلى سوريا هم ظهر فيها كتاب. الشيعة والعلويين طائفة محدودة، يعني حتى الشيعة محدودين غالبا، العلويين أكثر من الشيعة. الشعب كله تقريبا، المسلمين كلهم تقريبا من السنة كذا. في لبنان توجهوا التوجه العلماني نظام طائفي، يعني نظام الحكم بني على أسس طائفية، فطبيعة الأفكار تختلف. المسيحيين المواردة لهم رئاسة الجمهورية، السنة لهم رئاسة الوزراء، الشيعة لهم رئاسة البرلمان، وزارة الدفاع تذهب للدرزي وإلى آخر ذلك. يعني هي نظام طائفي وزع المناصب حسب الطوائف. زين. فهذه مشكلة يعني التي يعني كان، وربما لو كان هناك وضع لكان انبثقت مدرسة إسلامية عراقية تعرف كيف تتعامل مع التنوع القومي والتنوع المذهبي. ولذلك أجد حقيقة لعدم وجود هذه المسألة بالشكل بحيث يجري تأصيلها حتى في الوسط الكردي، غلبت التوجهات القومية إلى الحد أحيانا عند البعض إلى الاتجاهات الانفصالية، حتى أحيانا في الوسط الإسلامي الكردي. وهذا بسبب هذا الافتقار الفكري الذي يعرف كيف يتعامل مع الواقع فيؤصل له إلى حالة يعني معينة. وأنا أعتقد لازلنا يعني نعاني. اليوم المفكر الشيعي لما يكتب وكأنه ما عنده غير بس شيعة ابن بيئته. والمفكر السني إذا أراد يكتب ينسى الشيعة وينسى المسيح وينسى كذا. وهذا المشكلة. كل يفكر في بيئته وكأنما العراق كلها هو هذا. أنا ليش دا أذكر هذا الكلام؟ راح نرجع إلى سيرة حضرتك ومحطة الكلية تحديدا. نعم. واضح أستاذ اياد أنه أنت من وقت مبكر انتبهت إلى هذا الموضوع، حتى في الجانب السياسي، في الجانب الفكري، وحتى في الجانب العملي، وظل معاك هذا الأمر. الشخصية الإسلامية العراقية الواقعية اللي خلينا نقول لها علاقة بالبيئة اللي هي بها، كان هذا هاجسك، ويمكن شعرت من ذلك الوقت. وطبعا تشاهد على هذا الموضوع الآن كلامك، يعني وجهات نظرك التحليلية مثل ما ذكرت، وأنه ليست هناك معلومات دقيقة حول الموضوع، لكن تحليل الأمر بعد هذه السنوات. في الكلية بداية المسؤوليات اللي وقعت على عاتقك وكيف كانت؟ يمكن والله أعلم يعني أخواننا، يعني أنا تعرف لما دخلنا سنة 64 لما دخلنا إلى كلية الهندسة
نظروا لي بمنظار عالي والله أعلم، ولذلك يعني من الصف الأول بدأت أحمل، وأنا صف أول في الكلية حملت مسؤوليات، وازدادت المسؤوليات هذه مع الأيام، يعني مع الأيام ازدادت إلى الحد المرهق حقيقة، وكان اندفاعي حقيقة العملي يعني يشغل كل اهتمامي، يعني شلون كأنما إنسان يعني حزبي لا يفكر إلا في الحزب، وكل الأمور الأخرى ليست لها اهتمام في حساباته. تكون في كلية الهندسة جامعة بغداد؟ كلية كانت أقسام لو كلية واحدة؟ أقسام، لا أقسام، هي كلية الهندسة وفيها أقسام. في أي قسم كنت؟ في الميكانيك. في الميكانيك، نعم. ذاك الوقت كانت الأقسام عندنا ميكانيك، كهرباء، مدني، ومعماري، وكيمياوي، والنفط، 6 أقسام. أي بعدين الأقسام حتى بعض الأقسام توزعت، هاي بعدين صارت. وعلى كل حال فهذه كانت يعني كانت تلك الوضعية كان لها تأثير في في الكيفية التي مريت فيها في السنوات. احنا في دخلنا كلية الهندسة كان اكو نظام كورسات، انت تاخذ 15 نقطة كحد ادنى الى 25 نقطة، فكنت اذهب دائما الى 15 نقطة. هذه ال 15 نقطة معناتها انت ما تكمل في السنوات الاعتيادية. اذا اخذت 25 نقطة يمكن تكمل في 4 سنوات 3 سنوات ونص. تاخذ 15 نقطة لازم تحسب حسابك 5 سنين ونص او ازيد في الحد الادنى، وخاصة انه بعض المواد احيانا مادة ترتبط بمادة، يعني اذا ما تاخذ المادة هذه ما يحق لك ان تاخذ المادة الاخرى التي مرتبطة بها، يعني في الاشكالات. فعلى كل حال فهذه لا أدري، يعني أنا اليوم لما أجي أقيم المسألة كانت لها فوائدها وكانت لها سلبياتها بطبيعة الحال، والغنم بالغرم كما يقال. يمكن لو أمضيت بهمة الطالب المجتهد يمكن كان رحنا للعسكرية واحتياط وكذا وإلى آخره، الله أعلم. فهذه الحالة خلت بالأخير ندفع يعني البدل ونتجنب الدخول إلى الخدمة العسكرية والكذا وما يترتب يعني على ذلك من أمور. ونعرف أنه الذين سواء دخلوا يعني كمكلفين أو حتى كضباط احتياط لما صارت الحرب كلهم دزوا عليهم وكذا، يعني على كل حال فهي فيها يعني منافع. بس حقيقة يعني اهتمامي وأنا طالب في الكلية بالعمل أكثر مما اهتمامي بالدراسة. يعني أرجع وأنا مرهق الساعة 8 بالليل للبيت، ذاك الوقت أقعد أقرأ وأدرس وكذا إلى آخره. فيعني شنو طبيعة الأنشطة أستاذ إياد؟ يعني شنو كنتوا تسوونه بالكلية؟ هو أول شيء عمل واتصال في سبيل يعني إقناع، يعني تحويل الناس من كذا إلى مؤيدين ثم إلى أعضاء بالتنظيم. أيضا هذا الذي يدخل بالتنظيم أنت تنظم في حلقات ولازم أنت تعد وتلتقي به، يعني لقاءات تثقيفية، هذا كله تأخذ. طالب اللي يجي يسألك الثاني طالب ذاك الوقت، تجي أنت تعرض عليه الفكرة، من تريد تسميه للجهة شو تقول له؟ أخوان مسلمين. أخوان المسلمين. لا يعني واضحة المسألة. احنا بس سترنا على المسألة هذه بعد ال 68. اجوا ال 68 لا صار الوضع يختلف، والإخوان بعدين سنة ال70 قرروا يجمدون التنظيم ولا يسمح لأي حزب بانتماء الشخص إلى حزب ذاك الوقت هو كافي يعني لاعتقاله وتقديمه إلى محكمة باعتباره من المعادين للثورة. هي هكذا. لا يعني إلى حد ال 68 احنا والله نحكي عن المكشوف، ما كان عندنا شو، لذلك يعني كنا أمام من أتى بعدين مكشوفين. يعني أنا من أصدقائي أو وياي كانوا يعني في مرحلة مثلا على سبيل يعني من البعثين القادة كان وياي في كلية. طاهر العاني صار وزير للصناعي كان وياي بالكلية. عبد الكريم الملا كان وياي ومتعارك أنا وعبد الكريم الملا زين. يعني فهذه كلها كانت، فكنا مكشوفين حقيقة. يعني اللي يوافق يجي وياك، طيب اللي ما يوافق نبقى إلى أن نأيس من عنده. يعني أكو قسم يعني فعلا كانوا متعبين،
وفعلا بعضهم يعني قد يكون يجي وياك وبعدين لظرف معين، ضغط أهل كذا، يبتعد. شنو المعايير اللي أنت يعني إذا توفرت تتجه عليه الشخص؟ يعني احنا اول ما نبحث في الشخص نبحث مقدار من مستوى من الاستقامه والخلق الطيب يكون عند الشخص. نقول هذه مؤشر الى يعني تربيه بيتيه حسنه، زين، فيها معايير اخلاقيه، وكان هي واضح. يعني نجد اشخاص، يعني احنا ذاك وقت ذولا ساقطين، ذولا ناس يعني ما متربائين. واكو ناس لا والله فيهم من الاخلاق، يعني حتى ولو كانوا ضعيفين في التدين، بس واضح اكو بيئه يعني ربتهم، ابن عائلة. اي يعني اكو هذه المعايير. فكنا يعني ننتبه، اضافه الى انه يعني لي قدام يمكن نهتم بالعنصر المصلي الذي نحاول ان ننتقل به من كونه مصلي عادي، لان نقول هذا المصلي فيه مقدار من الالتزام لكي ننتقل به الى مرحله اخرى، وهكذا. جميل، جزاك الله خير الجزاء. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، لنا حلقة قادمة إن شاء الله تعالى نكمل فيها. الله يحفظك إن شاء الله ويسلمك. تعالى.